اتحاد الكرة المغربي يحتج لدى الفيفا على الظلم التحكيمي أمام فرنسا. الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الخميس رسالة احتجاج رسمية إلى الاتحاد الدولي الفيفا يشكو فيها الحكم المكسيكي سيزار راموس. وعلى خلفية الجدل الذي أثير حول الحالات التحكيمية في مباراة أمس، أصدر الاتحاد المغربي للعبة بيانا يعبر فيه عن شكواه من الحكم المكسيكي. وقال الاتحاد في رسالة إلى الهيئة المختصة: تم تضمين الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختص، مستغربة في الوقت نفسه من عدم تنبيه غرفة الحكم المساعد. وتابع الاتحاد المغربي قائلا: لن نتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا، مطالبين بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي. وأنت عزيزي المشاهد، هل ترى حقا أن المنتخب المغربي قد تعرض للظلم؟ وما رأيك في رد فعل الاتحاد المغربي؟ شاركنا رأيك بالتعليقات.